أهلا بكم مجددا. آخر صيحات التعدد السياسي العراقي في العراق ترخيص حزب يحمل أفكارا تناصر الحمير وفقا لنظامه الداخلي، فلنتابع. حزب الحمير العراقي قادم، ليس في الموضوع مزحة ولا ضربا من الجنون، فالحزب حاز على الاعتراف الرسمي وله الكثير من المؤيدين، وعازم أيضا على خوض الانتخابات المقبلة باسم جمعية الحمير لاعتراضه على كلمة حزب. الحزب سياسي، السياسة يعني كذب، يعني ينطي وعد وما ينفذه. قلول الذي يتخذ من أحد أكبر فنادق السليمانية مقرا لحزبه لا يرى فرقا بينه والأحزاب السياسية العراقية مع فارق التسميات، فالمكتب السياسي يسميه خان، والفروع الحزبية يطلق عليها اسطبلات، والمعالف تسمية توازي الفرق الحزبية. احنا نؤمن بالسلام، الزمال ما يقتل الزمال، مو مثل بشر يقتل اخوانه على مود كرسي وعلى مود فلوس وعلى مود سياسة. الزمال ما يقتل الزمال. ليش اقول خلي الناس يعيشون مثل الزمايل حتى نرتاح كلنا. مؤيدون ومناصرون وحضور من بين أهم شخصيات السليمانية في مقهى الشعب الشهير الذي يرتاده المثقفون. أنا ما ينزعني أي تسمية، لأنه أنا حمار أصلي وأوريجينال كاكا عمر جايب لنا لهاي البلد. هموم قلول على رأسها نكران الجميل، فالحمار الذي أنقذ أهم السياسيين العراقيين بالأمس من مطاردة السلطة لهم عبر الجبال يعاني من هبوط حاد في الأسعار، بدءا من حمار يعادل سيارة في الحالات الطارئة إلى $500 فأقل، حتى وصل اليوم إلى $1 فقط. بالله هذول تسميهم ناس عديم الضمير والإحساس. كافي بعد، لا تبكي، تعال وياي نشتكي عند الجيش الأمريكي. هذول مو مثلهم، أنت شعار حزبهم. بين أبو صابر كما يطلق على نفسه زعيم جمعية الحمير، وبين أبو صابر الأصلي لغة تفاهم ومجازفة محسوبة، فعلى أكتاف أبو صابر قد يصعد أبو صابر المقلد ويفوز بمنصب سياسي مرموق إن شاء الله، وعلى أيدي أبو صابر أيضا قد تأتي نهاية أبو صابرنا، سيما وأن للصبر حدود حتى عند أبو صابر. من السليمانية أحمد الصالح، العربية. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع من أربيل عبر الهاتف عمر قلول، زعيم ما سمي بحزب الحمير. أستاذ الكريم، أهلا وسهلا بك. يعني من قلة الأسامي يا أستاذ عمر حتى تسمي الجمعية بجمعية الحمير؟ نعم. سألتك، قلت لك أنه من قلة الأسامي حتى تجدون فقط اسم جمعية الحمير لتسمية جمعيتكم. ما فهم زين منك، شوي على كيفك. طيب. طيب، يعني أعيد السؤال بصياغة أخرى. لماذا اخترتم اسم الجمعية باسم حمير؟ يعني هل تريدون مثلا الشهرة الإعلامية والاهتمام الإعلامي، أم لكم أهداف من خلال هذا الاسم، ربما مجازا بالصبر وما إلى ذلك؟ والله أستاذ، الحمير هو حيوان الوحيد من بين جميع الحيوانات اللي يتعب وينتج ويعمل أكثر، ولكن فوق هذا محروم من أدنى الحقوق. تشوف اليوم كله تايه، ما حد يسأل عنا، ما يفكرون بالماضي هو ايش قد تعب. أنا أكو مثل ابن بالكردي يقول لي ما عنده زمان ما يسوى زمان. يعني هي فقط جمعية للرفق بالحيوان، جمعية ليست لها أي أهداف سياسية. والله بالبداية كانت سياسي من سنة فيفا سنة 79 لغاية 93 سوينا اجتماع كونفرنس، بدلنا من الحزب إلى جمعية، لأن أحزاب صار هواية، صار عريض قبل ما حد يقدر ينهج غير عمر كلول، بعدين من صار ساحة عريضة كلها ينصح. طيب، ماذا عن الإذاعة؟ إذاعة النهيق التي طالبتم برهم صالح بدعمها في كردستان. نعم والله، هذا وراء ما حصلنا على إجازة رسمية لجمعيتنا سنة 2005 سويت معاملة لحصول على إجازة راديو، فحصلت عليه، ولكن انتظرت النثرية، احنا نسميه بوجة النثرية،
حتى ينطوني واقدر، لان اللي ما عنده فلوس ما يقدر يسوي شيء. فانا الجيب خالي والخصم عالي، فحاولت لكن ما قدرت. فانا يوم قدمت على النفريه فوافق عن طريق مدير الثقافه والشباب الكردي، فخصصوا 3 ملايين دينار عراقي للجمعيه عند مجلس الوزراء لحدث ما موقع وماكو كل اجابه عليه. طيب سيد قلول، يعني بس اسمح لي انا بسؤال، يعني هل صحيح يعني بانكم يعني على اي شخص يريد الانضمام الى الجمعيه ان يحصل على رفسه كبيره، وهل هي رفسه من حمار ام ما نوع هذه الرفسه سيد عمر؟ والله الرفسه عندنا رفسه، يعني شلون ما تقول نقد، اي حاجه اي شيء مزن نرفضه، يعني ما نريد نعلق عليه. هذا الرفسه عندي، هذا النهيق عندي شكاوى اشتكي. فمن نقول ارفضك يعني انقدك نقد بناء. أنا شفتك قبل قليل في دخولك للمقر المؤقت للجمعية بأنك ربما وكأنك تشير إلى مراسل العربية برفسة ربما. والله مرات أسوي هاللقطات، لكن أنا هسه قاعد بالفندق. أي طيب جميل. على العموم يعني يبدو أنها مسميات فقط، يعني ليست حقيقية، وربما مسميات مجازية لأهداف تتعلق بهذه الجمعية. الأستاذ عمر قلول زعيم ما سمي بجمعية الحمير، شكرا جزيلا.